جهدك الضخم، بحة صوتك، سهرك الطويل، مجافاتك للفراش، هذا الجهد سيكلل إن شاء الله بالنجاح. دائما كن إيجابيا. في إنسان سلبي يبحث عن العيوب، يبحث عن الجانب المظلم في كل إنسان، في كل شيء، يؤثر التشاؤم، الانسحاب، التقوقع. كن إيجابيا، انظر إلى الجانب الخير. لما تقول هذا الكأس نصفه فارغ؟ قل نصفه ملآن. الحقيقة واحدة، انظر إلى القسم الممتلئ ودعك من القسم الفارغ. انظر إلى إيجابيات الإنسان. والله قبل أسابيع دعيت إلى الجزائر وألقيت خطبة في ثاني أكبر جامع في إفريقيا. الذي أنشأ المسجد استقبلني، وقبل أن أنطلق إلى الخطبة والدرس قال لي: أنا كنت في السجن وقد رأيت ألوان التعذيب أمام عيني في عهد فرنسا، بل إن بعض العلماء قصت ألسنتهم. عاهدت الله عز وجل أن إن سلمني لأنشئن له مسجدا من أكبر المساجد. هو في السجن، احتمال موته كبير، طلب من الله هذا الطلب وقد حقق الله له هذا الطلب. مسجد عبد القادر الجزائري ثاني أكبر مسجد في إفريقيا، الذي أنشأه كان في السجن والتعذيب أمامه، ما يئس، ما قال انتهيت غدا أقتل، لا، قال له: يا رب لئن خرجت سالما لأنشئن لك مسجدا. من السيرة النبوية لما النبي عليه الصلاة والسلام كان عائدا من الطائف التي كذبته وسخرت به، بل وأغرت صبيانها بنيله بالأذى، قال له زيد: يا رسول الله، أترجع إلى مكة وقد أخرجتك؟ قال: إن الله ناصر نبيه. هدر دمه، وضعت 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، تبعه سراقة مهدور دمه، قال له: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ يعني أنا سأصل سالما وسأنشئ دولة وسأؤسس جيشا وسأحارب أكبر دولة وسأنتصر عليها وستأتيني الغنائم إلى المدينة، ولك يا سراقة سوار كسرى. هذا هو الإيمان. الإيمان أن تثق بالله. الله عز وجل لا يتخلى عن عباده المؤمنين: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أيها الإخوة الكرام، بل إن بطولتك أن تكتشف الإيجابيات في السلبيات. كلما ضاق الأمر اتسع، وبعض السلبيات لها إيجابيات. لو أن الطريق لم يعجبك له إيجابية، هذا الطريق المتعب الذي فيه حفر وانعطافات كثيرة لا تنام فيه أبدا، بينما الطرق الواسعة المستقيمة في احتمال النوم، والنوم حادث مدمر. اكشف الناحية الإيجابية بهذه السلبية. أيها الإخوة، الإنسان المؤمن يسعد ويسعد، وغير المؤمن يشقى ويشقي. يسعد ويسعد ويشقى ويشقي. أيام الإنسان شعوره كأنه باللورة ذات لون دخاني، يرى كل شيء حوله قاتما، يرى كل شيء حوله قاتما. هذا خطأ كبير. ثم أن تفهم، أن تنظر إلى الناس على أنهم جميعا جهلاء أغبياء متخلفون وأنت وحدك الفهيم والذي أدركت حقيقة الحياة. هذا خطأ كبير. من ظن أن الناس أغبياء فهو أغباهم. الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. أمتي كالمطر لا يدرى أولها خير أم آخرها.